ادنوك احدث شركه بترول انضمت للسوق المصري مؤخرا والمملوكه بالكامل لحكومه ابو ظبي، وانضف بنزينه تحط منها بنزين. تعال اقول لك على اسعار البنزين في كل الدول العربيه. هنقول بترتيب تنازلي من اكبر سعر للدولار لاصغر سعر بالدولار. رقم 22 سعر 40 لتر بنزين في السودان ب 246 دولار. متوسط دخل المواطن في الشهر 400 دولار. رقم 21 فلسطين 82 دولار و48 سنت. متوسط الدخل الشهري 650 دولار. رقم 20 اليمن 79 دولار و90 سنت. متوسط الدخل الشهري 106 دولار. رقم 19 موريتانيا ب 76 دولار و64 سنت. متوسط الدخل الشهري 41 دولار. رقم 18 الاردن ب 63 دولار 22 سنت. متوسط الدخل 630 دولار. رقم 17 سوريا ب 60 دولار 85 سنت. متوسط الدخل الشهري 26 دولار. رقم 16 المغرب ب 59 دولار. متوسط الدخل الشهري 500 دولار. رقم 15 جزر القمر ب 52 دولار و50 سنت. متوسط الدخل الشهري 60 دولار. رقم 14 جيبوتي ب 52 دولار و22 سنت. متوسط الدخل الشهري 160 دولار. رقم 13 الصومال سعر 40 لتر بنزين ب 52 دولار. متوسط الدخل الشهري 57 دولار ونص. رقم 12 تونس سعر 40 لتر ب 33 دولار و16 سنت. متوسط الدخل الشهري 300 دولار. رقم 11 لبنان 40 لتر ب 30 دولار و79 سنت. متوسط الدخل الشهري 800 دولار. رقم 10 الامارات سعر 40 لتر ب 30 دولار و28 سنت. متوسط الدخل الشهري 3500 دولار. رقم 9 العراق سعر 40 لتر ب 25 دولار و92 سنت. متوسط الدخل الشهري 600 دولار. رقم 8 عمان سعر 40 لتر ب 24 دولار و94 سنت. متوسط الدخل الشهري 2000 دولار. رقم 7 السعوديه سعر 40 لتر ب 24 دولار و84 سنت. متوسط الدخل الشهري 2100 دولار. رقم 6 قطر سعر 40 لتر ب 23 دولار. متوسط الدخل الشهري 3500 دولار. رقم 5 البحرين سعر 40 لتر ب 21 دولار و23 سنت. متوسط الدخل الشهري 2170 دولار. رقم 4 الكويت سعر 40 لتر ب 14 دولار و40 سنت. متوسط الدخل الشهري 2850 دولار. رقم 3 الجزائر سعر 40 لتر ب 13 دولار و80 سنت. متوسط الدخل الشهري 320 دولار. رقم 2 مصر سعر 40 لتر ب 12 دولار و38 سنت. متوسط الدخل الشهري 150 دولار في الشهر. رقم 1 ليبيا ومش بنقر ولا بننق ولا بنحسد، اللهم بارك. متوسط الدخل الشهري 319 دولار. كده احنا قلنا الترتيب حسب سعر الدولار بس مش حسب متوسط الدخل. هسيب لك الترتيب بمتوسط الدخل الحقيقي علشان تبص عليه براحتك وبس كده. سلام.